الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أما بعد. إخوة الإسلام في كل مكان، إزاي نطرد الجن من بيوتنا؟ أحيانا بيسكن الجن في بعض المنازل وبيسبب لأصحاب الشقة دي أو لأصحاب البيت ده أضرار ومشاكل عديدة، زي تطاير الأواني وقطع الأثاث أو اشتعال الحرائق في الملابس بلا سبب، وبيتحول البيت من بيت سكن وراحة وطمأنينة لبيت رعب. ده بالنسبة لأصحابه. وموضوع إن الجن يسكن البيوت ويضايق أصحابها ده ثبت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليه 3. بعض العلماء قال 3 أيام، وبعضهم قال 3 مرات. وفي حديث تاني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان ابن داود ألا تؤذينا، فإن عادت فاقتلوها. ليه؟ قال لك الجن بيتمثل في صورة الحية. فالأول لو هو جن ومتمثل في صورة حية وقلت عليه العهد ده، نسألك أو نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان ابن داود ألا تؤذينا. لو جن هيمشي، لو مش جن هيظهر تاني. في الحالة دي يبقى حية عادية مش جن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عادت فاقتلوها. وفي رواية تانية النبي صلى الله عليه وسلم قال: قول أناشد كنا، يعني لما تلاقي أضرار الجن ده بقى، الجن بدأ يطغى عليك في بيتك وبيسبب ليك متاعب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال: قول أناشد كنا بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود ألا تؤذونا ولا تظهرون لنا. الإمام مالك قال: يكفي إنك تقول أحرج عليكم، لأن بعض الناس ممكن يقول لك أنا مش حافظ الكلام ده أو مش هعرف أقول الكلام ده. فالإمام مالك قال لك يكفي إنك تقول أحرج عليك بالله واليوم الآخر لا تبدو لنا ولا تؤذونا 3 مرات. قصد الإمام مالك يعني مش 3 أيام، ده من العلماء اللي قالوا 3 مرات. فالموضوع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين إن في فعلا كان في جن بيظهر وبيؤذي الناس في بيوتها وسبب لهم بعض الأضرار. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أو علم التابعين القسم ده: لما تشوف حد من الجن بيأذيك تقسم عليه بالقسم ده. طيب لو أنا بقى عندي حاجة زي كده في البيت، أتصرف معاها إزاي؟ أول حاجة زي ما قلت لحضرتك، تقسم عليهم بالقسم اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا. إما إنك تقول إنا نسألك بعهد نوح، اكتب ورايا عشان إيه؟ تحفظ. إما إنك تقول إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود ألا تؤذينا، أو إنك تقول أناشد كنا بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود ألا تؤذونا ولا تظهرون لنا، أو تقول زي ما الإمام مالك ما قال: كفاية إن أنت تقول أحرج عليكم بالله وباليوم الآخر لا تبدو لنا ولا تؤذون. وده برضه يعني كلام منضبط شرعا ما فيهوش أي مشاكل. وتكرر الموضوع ده 3 مرات، القسم ده في 3 أيام، في وقت دخول في وقت دخول المغرب. في وقت دخول المغرب تقول الكلام ده. تمام. تاني حاجة عشان تطرد الجن ده من البيت اللي هو بيأذيك ومسبب لك متاعب ده، حضرتك تقرأ سورة البقرة كاملة في البيت. انت اللي تقرأ، مش تشغلها من كاسيت او تشغلها من كمبيوتر او من الموبايل، لا، انت اللي تقرأ، او حد يكون عندك بيجيد القراءة، صديق قريب يقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. انت مصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا مش مصدق؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، بيقول ان البيت اللي هتقرأ فيه سورة البقرة ما بيدخلوش شيطان. في حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. عاوز حضرتك تعمل كده وانت على يقين انك منتصر عليه بإذن الله عز وجل، ثم ببركة اتباعك لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سورة البقرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن لا تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا خرج منه. يا ترى ايه الآية ديت؟ قال صلى الله عليه وسلم: آية الكرسي. وكمان ختام سورة البقرة مهم جدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب2000 عام فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة: ولا تقرآن في دار 3 ليال فيقر بها شيطان.
يقعد فيها يعني. ايه هي الايتين اللي ربنا عز وجل بيختم بيهم سورة البقرة؟ فمهمة جدا سورة البقرة. يبقى حضرتك اول حاجة عشان تطرد الجن ده من بيتك هتقسم القسم اللي احنا قلناه واللي حضرتك كتبته ورايا في الاول، وبعدين تقرأ سورة الايه؟ تقرأ سورة البقرة، وزي ما قلنا حضرتك اللي تقرأها او حد يكون من اولادك من قرايبك من اصدقائك بيجيد القراءة يقرأها لك بنفسه. بعد كده اذا استشعرت شيء في البيت من وجود الجن او اضرار زي ما هي في الجن، اعمل اللي هقول لحضرتك عليه. هتجيب اناء، حلة، بلاستيكة، مجور، اي اناء، هتحط فيه مية وتتوضى منه، وبعدين تحط ايدك اليمين في المية دي وتقرب بقك من سطح المية اللي في الاناء، واوعى تطلع ايدك من المية لحد ما تنتهي من قراءة الدعاء اللي هقوله لحضرتك ده، واكتبه ورايا، والايات اللي هقولها برضو لحضرتك وانت حاطط ايدك فين في المية. تمام؟ هتقرا ايه بقى؟ اول الدعاء اكتب ورايا، هتقول بسم الله امسينا او اصبحنا. شوف الوقت اللي حضرتك بتقرا فيه، وقت المساء هتقول امسينا، وقت الصباح هتقول ايه؟ اصبحنا. هتقول بسم الله امسينا او اصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من الأبالسة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسر، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يبغي. يبقى حضرتك راجع الفيديو تاني واكتب بقى ايه واحدة واحدة. تمام؟ بعد ما تخلص الدعاء ده تقرأ بقى الفاتحة 7 مرات، وآية الكرسي 7 مرات، وال10 آيات الأولى من سورة الصفات، وتكرر دحورا ولهم عذاب واصب 7 مرات. تكرر الآية دي بس، دحورا ولهم عذاب واصب 7 مرات، وتقرأ آخر آيتين من سورة الحشر، الآية رقم 21 والآية رقم 24، والله الذي لا إله إلا هو، إلى آخر السورة، وتكررها 3 مرات. وتقرأ أول 3 آيات من سورة الجن وتكررها 7 مرات. وبعد كده تقرأ الإخلاص والمعوذتين، يعني قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كل واحدة 3 مرات. وبعدين تطلع ايدك من المية وتفرغ المية ديت اللي حضرتك قرأت عليها او قرأت عليها في بخاخة بلاستيك، وترش بالمية دي كل جوانب بيتك وكل اركان بيتك ما عدا الحمام طبعا. وان شاء الله تكرر الموضوع ده كل يوم في دخلة المغرب 3 ايام، كل يوم في دخلة المغرب 3 ايام ورا بعض متتالية، وان شاء الله هيخرج الجن من بيتك ومش هتحس بأي متاعب قبل كده. ونصيحة ليك أخي في الله، اجعل لبيتك حظا من القرآن والذكر والدعاء والتحصينات، وخليك فاكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. أتمنى أن أكون قدرت أفيدكم بالمعلومة، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وتابعونا بإذن الله تجدوا الجديد من المعلومات. وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب نكون بنقدر نفيدكم بمعلومة في الفيديو القصير دهوت. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.